اهلا بكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده. كاس العالم وانطلاق كاس العالم قطر 2022 بطولة استثنائية بالتأكيد. بس خليني احكي لحضراتكم حاجة سريعة جدا كده عن اهتمامي بالكورة. انا كنت زمان اخترت ان انا اندمج بقى مع الكورة ومع تشجيع الكورة وحاجات بالشكل ده. لكن مع الوقت فقدت رغبتي في ان انا اهتم بالكورة. فحصل جاب كبير قوي قوي ما بيني وما بين صحابي عشرة عمري. ولقيتهم هم بيتكلموا في حاجات انا بالنسبه لي ايه يا جدعان في ايه. لقيتهم مثلا يقول لك واحنا قاعدين على القهوه ايه، شفت مبابي عمل ايه. فانا بالنسبه لي مبابي ده مثلا صاحبي عبد الرحمن المبابي اللي بنروح ناكل مع بعض كبده ومخ مثلا، او بنروح نضرب كبده في امبابه. يقول لك مثلا شفت مش عارف مين يا جدعان مين الناس اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول. بدات الجبهه دي توسع وبدات الفجوه دي تتسع لدرجه ان انا وصلت معايا قصه. لان انا ما بقتش عارف لعيبه بلدي، يعني لعيبه مصر انا مش عارفهم، لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي وغيره. هقول لكم حدوته سريعه قبل لما نبدا في الموضوع اللي احنا عايزين النهارده اصلا نتكلم فيه. في مباراه مصر وبلجيكا اللي كانت في الكويت اللي انا عرفت عنها بالصدفه بعد كده. انا لقيت اكرم صاحبنا متصور صوره سيلفي مع واحد. انا الواحد ده قسما بالله انا حاسس ان انا عمري ما شفته. هو طلع مشهور، انا اللي كانت المشكله عندي انا، يعني الجهل جاي من عندي انا. فالمهم فايه يا جدعان مين ده وبتاع، قال لك ده فلان الفلاني. فلان الفلاني ده بقى تايتل، يعني اسم كبير. وبعدين انا قلت طب تمام قشطه. فقالوا لي عمرو انت مش عارفه؟ قلت لهم وانا اسف والله مش عارفه مين ده. فقالوا لي ده اشتغل كذا وعمل كذا وسوى كذا. انا بالنسبه لي اصحابي دول اساطير في كره القدم بالنسبه لي انا طبعا. وهم يعني شبه الشباب اللي هو فاهم في الكوره بقى وبتاع وحاجات كده. انا الكارثه بالنسبه لي مش ان انا ما عرفتش هذا الرجل اللي التايتل بتاعه كبير. كارثه بالنسبه لي ان هم قالوا لي عمرو ده كان معانا في الكليه. عارف بقى حيث ان انا ايه يعني بلح البلح. فانا بعمل ايه بقى علشان انا اما اجي اقدم حاجه عن الكوره او في بطوله او في ماتش مهم بين الاهلي والزمالك على سبيل المثال او حاجه. انا من النوع اللي بعرف اذاكر، يعني انا فهلاوي في شغلي. فبروح مذاكر جامد قوي 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 وابقى عارف المعلومات كلها والداتا، اتعودت على كده. فاللي يسمعني يفتكر ان انا فاهم في الكوره، بس انا في الحقيقه بختار ان انا ما اهتمش بالكوره. تعالوا دلوقتي اما اقول لكم هنعمل ايه، بس الاول تعالوا لما نرحب بالحبايب كلهم. نشوف يلا مين اللي هيدخل. رامي وايمن واكرم هنرحب بيهم دلوقتي حالا كده مع بعض في الميتنج ده. يلا يا عم الكمبيوتر، ايمن النوبي، اكرم النوبي. يلا يا رامي، يلا يا رامي خلص يا رامي. يا يا عموري، رامي، يا عموري. حبايب قلبي عاملين ايه؟ ايه إيه الاخبار؟ انتوا منورين الدنيا ازيك يا اقسم بالله. عموري؟ حبايبي حبايبي. حبيبي. الناس اللي بالنسبه لنا في الكوره لما بسالهم عن حاجه والله. كنت لسه بقول بقول لك دلوقتي ايه. قبل ما انتم تدخلوا في الانترو ان تقعدوا مثلا تقولوا شفت مبابي عامل ايه. فانا بالنسبه لي مبابي ده انا بروح مثلا اكل كبده من امبابه مع واحد صاحبي مبابي مثلا. ما انا ماليش في الموضوع، انا بلعب بعيد بقول قوي. لك انا حوار ان انت قررت تفهم كوره ده مفاجئني الحقيقه، انا ده حقيقي، مبسوط. اصله اتس كاس العالم انت فاهم. لا، بس يعني انت فوتت كام كاس عالم يا عمور؟ انت يلا الحمد لله ان هي جت يا عم احسن الحمد من لله على زمان. متقدم السلامة، متاخرا سيبه. خيرا من الحمد لله على لا. السلامة. اه والله الله يسلمك. رامي انت سمعنا الاول؟ رامي شايفنا بس مش سامعنا غالبا. طب ما يمكن ده في مصلحتك او في مصلحه اللي احنا هوبا بنعمله. هوبا هوبا هوبا. هنشوف. طيب هو رامي اصلا كان كده كده عايز يقول لنا حاجه في البدايه كده عن بقى تاريخ البطوله وحاجات بالشكل ده. بس ممكن نبدا مع اكرومي مثلا. اكروم ايه كاس العالم خصوصيته ايه السنه دي؟ بيعمل ايه؟ ايه الجديد؟ خصوصيته السنة دي إنه في دولة عربية، دولة مسلمة، دولة سخرت كل إمكانياتها عشان كأس العالم. ده جامد آه، وامكانيات ماديه رهيبه برضو. لا يعني كل الإمكانيات على كل المستويات. اه. فنادق لفنادق عائمة، جايبين سفن، فنادق عائمه فيها بتاع 3000 غرفه، او تشيل يعني تقدر تغطي 3000 شخص. امم. ملاعب جديده، انت بتتكلم في 8 ملاعب. في ملعب، استاد البيت واستاد لوسيل، دول يمكن اكبر ملعبين، 60,000 و80,000. امكانيات جباره الصراحه. في ملعب بيتطبق يا كروم مش كده؟ انا سمعت في ملعب قابل لا، للطي. في ملعب اللي هو 974، ده اللي هو الكود بتاع قطر، اه. الكود الدولي. ده عبارة عن مكون من 974 حاوية، الحاويات اللي هي اللي في المينا، و... وفي يعني
هم سموه طبعا انه يعني من ناحيتين. مم. الملعب بعد كاس العالم يعني هيتفك ويتبرعوا بيه لدوله ناميه او دوله واو، على حلو. قدها يعني. طب ممكن نرحب برامي بقى. رامي جه. ايه يا روميو، يا روميو، الدكتور يا بقى عمور يا الدكتور. يا حبيبي، عامل ايه؟ دكتور. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ طب اخبارك احنا ايه يا طب احنا عمور؟ نمشي بقى. واخبار النوب لا مش الكبير ممكن. اكرم والنوب الصغير ايمن حبيبي والهن يا بتاعنا دكتور. هاني. يا وان شاء الله تبقى دكتورة. كده دردشه جميله كده، والله ونقدر نفيد بعض كده بشويه حاجات حلوه يعني ان شاء بدون الله. انا بقى والنبي يا روميو، انا عايز افهم اكتر عن كاس العالم، لان يعني ده كاس العالم وبطوله استثنائيه. اكرم لسه كان بيقول لنا على معلومات لطيفه انها لاول مره دوله عربيه واسلاميه تستضيف كاس العالم. وعايزين نعرف بقى منك انت كمان معلومات تانية عن البطوله برضو، وعن ايه خصوصيه البطوله المره دي. وممكن تبعد الموبايل شويه يا هي رامي كده، ابعد الموبايل شويه. كده. ايوه، هو عسل تقريبا عشان حلويات. مش ايوه، معهوش ممكن سماعه او ممكن حاجه. حضرتك توطي صوت التلفزيون يا فندم؟ اقفل التلفزيون واقفل الراديو ما تسمعناش. اه، لا، هي بطولة كأس العالم يعني بوجه عام ما بدأتش كبطولة كأس عالم زي ما احنا عارفينها دلوقتي يعني. امم. البطولة صح. كانت بادية كدورة كده بسيطة كده بين فرق هواة، حتى مش منتخبات دول يعني. امم. في 1884 في بريطانيا، اه. وكانت دايما بتقام عن طريق بريطانيا العظمى وأيرلندا وكده يعني. امم. بس لغاية ما الاتحاد الدولي اتنشأ لكرة القدم، اللي هو الفيفا اللي احنا نعرفه دلوقتي. الاتحاد الدولي لما اتنشأ حب ان هو ياخد البطولة لصالحه. امم. فلما خد البطولة لصالحه برضو ما كانتش قايمة على أساس إن هي بطولة برضو بمنتخبات دول، كانت قايمة برضو بين فرق هواة أندية من دول مختلفة وكده يعني. لغاية ما هم فكروا بقى، قالوا لك طب نعملها إزاي. فكانت في الوقت ده بتقام بطولات أولمبية. أنت عارف طبعا البطولات الأولمبية طبعا. اللي هي بيبقى فيها دول كتير وفيها ألعاب مختلفة وكده. فكان منها كرة القدم وكده يعني. ايه. فالاتحاد الدولي قرر بقى ان هو يبقى البطولة على مستوى الدول نفسها، ما تبقاش هي فرق هواة من أندية على مستوى العالم. امم. لغاية ما هم جم قالوا طيب مين الدولة اللي نقدر نخليها تبدأ البطولة ونستضيف البطولة. كانت أوروجواي هي أفضل حاجة في الوقت ده. كانت 1930 كانت أول بطولة اتلعبت 30. بمشاركة 13 منتخب. امم. الكلام ده حصل ليه؟ لأن أوروجواي هي كانت بطلة كرة القدم في الأولمبياد بقى في 1924 قال لك هي اولى و1928. بتنظيم كاس اه، العالم. وفي نفس الوقت كانت هي مر عليها الذكرى المئوية 1930 لاستقلالها، اوكي. استقلال دولة الأوروغواي في عشان أمريكا كده. الجنوبية. امم. فقال لك هي الدولة الأكثر إيه يعني حظا أو توفرا إن إحنا نقدر نديها بطولة زي كده. ومن وهي سنه بالفعل قدرت إن 1930 هي يا تحقق روميو البطولة. لحد النهارده بقى فضلنا مستمرين لحد 2022. طب خليني بس اسالكم سؤال سريع، افضل نسخه من وجهه نظر كل واحد فيكم. بس الاول هنرحب بهاني، لان هاني دلوقتي حالا هينضم لنا اهو. طب انا عايز شقاوة اسال شقاوة سؤال. يا نوشه، لسه كونكتنج تو اوديو. ماشي، اتفضل يا عبال ما نوش يجيب اسال. الصوت. طب ايمن طب عايز طب يسال. هو اصل انا فاكر كاس العالم اللي فات الاوروجواي كانوا الاوروجواي المفروض خدوا كاسين عالم قبل كده. مم. بس هم كانوا حاطين 4 نجوم و... ومش فاكر المعلومه بالظبط. قالوا ان هو في نجمتين زياده عشان البطولتين اللي خدوها قبل ما يبقى كاس العالم رسمي. هم خدوا بطولتين قبل كده، فهل دول البطولتين اللي هم الاولمبياد 24 و28 اللي انت بتقول عليهم يا روما؟ معلش عيدي السؤال تاني. بقول لك الاوروجواي كاس العالم اللي فات كانوا حاطين 4 نجوم بدل نجمتين، مع ان هم رسميا خدوا كاس العالم مرتين بس. هل النجمتين التانيين دول عشان بطولتين الاولمبياد 24 و28 اللي انت بتقول عليهم؟ يعني انا مش الصوت عندي بيقطع وكده، بس انا على قد ما انا فاهم ان انت بتقول ان هي خدت البطولة بناء على ان هي خدت الاولمبياد. ايوه، مش كانوا حاطين 4 نجوم في كاس العالم اللي فات؟ على التيشيرت يعني. 4 نجوم يا روميو. اه يا لا حبيبي، احنا اه سلم. اه، بس احنا هي والله العظيم انا قلت لك هي يا عمرو من الفكرة الاول ما كلها صدقتنيش. عشان بطل اولمبي وكده مرتين، وفي نفس الوقت واخدين كأس العالم مرتين برضو. يبقى منهم اول الاولمبياد. شوف. بطولة اللي هي اتعملت في الاوروجواي عام 1930. اه. فواخدين اتنين تمام. كاس عالم وواخدين اتنين ولا اولمبياد في كرة وبعدين القدم. عادي يعني، ما فعشان كده انبي كانوا حاطط حاطين نجمتين على حتة التيشيرت. الاربع نجوم دي. ايه يا اكرم بتقول ايه يا اكرم؟ تمام. اكرم قال حاجه. بقول له عادي،
نادي انبي حاطط نجمتين على التيشيرت عادي يعني. عادي، اعتبرها زينه. طب يا جدعان نرحب يا بهاني. ارجنتيني يا يا ارجنتيني. هاني. ايه يا ابن هون؟ خالة قريب ميسي اهو يا ميسي، جدعان، قريب ميسي، ابن خالة ايوه. ميسي. داخل سخن قوي. هاني الشهير بميسي. ايه هاني لابس تيشيرت كلامش اهو الارجنتين ليه من الكلام. اولها كده؟ متحيز هو انا البسه، قررت ان انا البسه من النهارده لحد يوم 18 اصلا. هروح بالشغل. ايه هاني ارجنتين؟ ارجنتين ارجنتين، عشان خاطر ميسي. ارجنتين يا جدعان. اه عشان نخلصها يا عم عمرو. طب وانت متاكد ينفع يعني يا عم هاني؟ يعتزل؟ متاكد؟ ايه؟ متاكد خلاص لا الارجنتين؟ بس في ثقه، فاينل ثقة ان في شاء الله. الله. طب هنشوف. ان بس شاء طب بس الله. انا عايز اقول لك حاجه بعد اذنك يا عمرو يعني. اتفضل يا رامي. عايز اقول اصلا ان قول لي ميسي يا اللي باشا. هو فرحان بيه انا بحبه جدا طبعا يعني. ان هو قول اصلا له مش قول له. الهداف التاريخي لكاس العالم. يعني ميسي اوبا. برغم ان هو شارك في 4 بطولات جاب 6 جوان بس لغايه دلوقتي. بس فهو الهداف بيتهيألي التاريخي يعني ان هو للارجنتين. يعني على قد كل ده، على قد ما هو ما حققش برضه للارجنتين اي حاجه غير كوبا امريكا اللي لسه واخدينها قريب يعني. لا الاخيره. هو الهداف التاريخي للارجنتين يا عم رامي 91 جول. ايه يا رامي رد. ما هو هي مقدم لا الارجنتين لبلده على الارجنتين طول. مش ميسي دي حقيقه. بس. الارجنتين ده صح. منتخب يا باشا. يعني احنا عايزين كل نتكلم في الناس، فكره ان كل هو منتخب. حتى يومنا الحالي ما حققش حاجه للارجنتين. بس خلينا نقول انها مرشحه يا رامي، ماشي. مرشحه بقوه يعني. السنه دي. وكفته طول اي فريق طبعا. هو فيه يا رامي، كفته ربحانه حتى لو ما حققش. بس احنا لا شفنا ماشي لعيبه برضه. الارجنتين بتلعب. مرشحه بقوه. بس احنا شفنا رجاله لعيبه بتلعب مش لنفسها او لمجدها الشخصي، بتلعب في اطار الفريق بتاعها، بس في اطار منتخبها القومي ما بتحققش حاجات كتير. يعني بص على من اعظم اللاعبين اللي ظروف، ظروف يا عم. رونالدو. ظروف طبعا، رونالدو وميسي ظروف كتير طبعا. بس هاني انت بما انك دخلت بتيشيرت الارجنتين، كنت لسه بسالهم قبل ما نرحب بيك، وكان رامي بيقول لنا معلومات لطيفه قوي عن بدايه كاس العالم، عن كل حد هيشجع مين. هاني خلاص ارجنتين باينه اهي. اكروم انت ايه النظام؟ مع مين قلبا وقالبا؟ انا طالما مصر مش في كاس العالم صح. هتفرج للمتعه. والله العظيم دبلوماسي يا دبلوماسي، اديني والمصحف كمان. برنس. انا بعد اديني ما شفت كمان. ماتش مصر وبلجيكا والجمال والماتش العظمه اللي احنا اديني. لعبناه، انت حضرته طبعا كمان مع يا احترامي نوب؟ انا كنت في الاستاد واتفرجت عليه وبلجيكا يعني اكيد اللعيبه خايفه من اصابات ما كانتش بتلعب بالفول باور زي ما هيبقى في كاس العالم. ايوه. بس اتحسرت ان احنا ما وصلناش. يعني احنا كان ممكن فعلا يعني نظهر بشكل كويس قوي. بس النصيب يعني الحمد لله. الحمد لله. فانا بشجع الكره الحلوه اقسم يعني بالله انا. كنا هنخرج من الدور الاول وكنا هنخسر الماتش. بص يا هاني، ما انت مش عايز توصل كاس العالم عشان تاخد كاس العالم، انت عمرك صح ما هتاخد طبعا، كاس العالم. زي المره اللي فاتت. ما تاخدش. انت اصلا انت لو صعدت لدور ال 16 ده ارهقناهم. بيعتبر انجاز. احنا بنروح ده نلعب عشان بيعتبر نقول انجاز. ارهقناهم. يعني انت كاس العالم اللي فاتت انت عملت ماتش عظيم قصاد الاورجواي، وكان الشناوي حارس بس مرمى احسن لاعب في وتعال. الماتش. بعد كده وقعت من روسيا اللي هي المستضيفه، بعد كده السعوديه يعني. لا صح بصراحه، صح حاجه يا هاني كان فعلا. المفروض غير منطقيه يعني. انت وانس وصلت يا باشا، انت اصلا انجاز حلو في تاريخك. طب رامي انت هتشجع مين يا رامي؟ لا يا عمرو، احنا الانجاز بتاعنا ده علشان احنا مالناش سقف اصلا، يعني احنا انجازنا ان احنا نوصل ده بس. يا عم انت هو متشائم ليه؟ المفروض انه ما ما يبقاش انجاز يعني، اه المفروض ان احنا نوصل يعني، ده ما يبقاش هي دي انجاز الصراحه. الفكره، ان انت اه انت طبيعي، يعني طبيعي ان انت تروح. الانجاز ان انت تكسب المفروض. ماتش واثنين، انما مش ان انا رحت وانس ان انا رحت فانا جامد. لا احنا بالظبط عره عشان كده وهنفضل الواحد طول عمرنا يعني. عره. وجهه نظر. لا بس ما بس مش بنقولش كده لدرجه يعني. عره، لا بس هي وجهه ما نظر. بنقولش كده يعني. ملوش على النت. لا وجهه نظر، انا وجهه نظر. عايز اقول لك حاجه. عايز اقول لك حاجه يعني اختصارا للموضوع ده، ان حتى دييجو ارماندو مارادونا اللي هو شارك في 4 كاس عالم، يعني احنا بنتكلم عن منتخب عمال الارجنتين تكتب. وفكره ميسي، هو نفسه ما جابش غير 8 تجوان في البطولات اللي لعبها. فانت بتتكلم ان النهارده الارجنتين برضو في عهد دييجو ارماندو مارادونا اللي هو يعتبر تاني احسن لاعب في العالم او احسن لاعب في العالم في حقبه التسعينات وكده والثمانينات برضو. يعني هو بالرغم مارادونا انه جاب لعب كاس عالم كام كاس للارجنتين عالم؟ بس مش في عدد برضو الاجوال يا رامي، مش طب برضو هو جاب لهم الهداف البطوله. التاريخي.
اذا جاب لهم هنا البطوله. هنا طب لا انت هو عايز لعب ايه كام كاس تاني؟ عالم هنا اصلا يعني برضه؟ بس نتكلم عن فكره ان ده واحد مش الهداف التاريخي، بس هو هداف الارجنتين، بس جاب بطوله للارجنتين. صح. فاهم ايوه الفكره؟ يعني بص، انما ميسي ما بيليه جابش. احنا للبرازيل منتظرين هو اكتر يجيب واحد جاب حاجه، بطولات كاس بس مش عالم. البطوله دي عشان بشجع اسبانيا. انت بتشجع اسبانيا يا رامي؟ هتشجع اسبانيا؟ اسبانيا برضه فرقه اسبانيا محترمه طبعا. مرشحه. اسبانيا عشان يعني الاعمار نظام السنيه لعبها هو نظام التيكي بيتطور تاكا، قوي. اللي هو اصلا معتمد على فكره الاستحواذ وكده. واسبانيا السيزون ده او السنه دي بتجمع بين لعيبه خبره ولاعيبه شباب، يمكن اكترهم شباب، بس فيهم لعيبه صح. كتير طالعه. زي جافي مثلا لاعب برشلونه ده واخد احسن لاعب شاب وحتى السنه دي. شبابها خبره. وبدري. امم نعم. طيب، بيقول لك يعني حتى حتى شبابها شباب خبره. اسبانيا خبره. طب ايمن نوبي، هاني خرج وهيدخل تاني اكيد على الميتنج تاني. ايمن انت هتشجع مين يا ايمن السنه دي في البطوله دي؟ انا مع هن، انا هشجع الارجنتين الصراحه. بس عشان ميسي برضو زي هاني ولا عشان المنتخب؟ وعشان شقاوه، عشان شقاوه نفسه. الله الله، سقفه انا سقفه. اللي يشجعه شقاوه امشي وراه. اخويا يا صغير، هنا جدعان في قولوا. تحيز اخويا هنا. الصغير. يا عم سيبك بس من جو التحيات ده، انت فعلا هتشجع الارجنتين عشان انت عايز تشجع الارجنتين بجد؟ اه والله نفس السبب، انا عايز ميسي ياخد كاس عالم بصراحه. لعيب اسطوره يعني. انت بتتكلم، انت كره القدم كده، لما تقول كره قدم بتجيب اسماء كده اربع خمس لعيبه على مر التاريخ. عظمه يا بتجيب سيره جدعان، بيليه قسما بالله عظمه. ومارادونا وكريستيانو رونالدو وميسي. فحرام، وزيدان حرام لعيب برضو زي ميسي بيتهيألي ده. بس احنا بنتكلم ده، دول اساطير يعني، دول اللي هم غيروا شكل الكوره، كانوا معجزات مش بشر. مم. ميسي ده لازم ياخد كاس عالم. حرام حرام ينهي مسيرته من غير ما ياخد كاس انا عالم. مش حاسس يعني، انا مجرد احساس مش مبني على اي معلومات او علم يعني بالكوره ولا احصاءات ولا ارقام، بس انا مش حاسس ان ميسي طبعا تبقى انسانيه لفته لطيفه قوي، او يعني حاجه حلوه جدا تحصل له، بس تبقى في اواخر عهده ككوره، لكن انا مش حاسس ان هو ولا كريستيانو رونالدو هياخدوا كاس العالم، ما اعرفش ليه. يعني ما ايه اواخر عهد؟ احنا ما هو ده اواخر عهد. ما هو اواخر عهده. ايوه، طب ما ياخد هياخدها بقى. امتى بعد ما بيشطب يعتزل؟ بيشطب خلاص يعني هياخد كاس عالم. لا خلينا هيروحوا له نقول على ان البيت في ميسي، روزاريو بعد ما يبطل. ان ميسي كان قريب قوي انا عايز اقول حاجه في كاس النقطه دي طبعا بعد عالم ما اكرم يعني. بعد يخلص اكرم يا يعني. روميو بعد اذنك، اتفضل يا اكرم. لا قول يا رامي. انا كنت هتكلم على نهائي المانيا والارجنتين اللي يعني آه، كان بنسبه كبيره جدا رايح للارجنتين طبعا لولا لعيب جودز اللي في الوقت كل اللي ضاع. حياته جاب جون في الارجنتين وبوظ على ميسي كاس العالم. ماريو جوتزا الدقيقه اه 118. والله. بقول لك ايه، سيد عبد كويس. النعيم. سيد عبد النعيم احنا عرفناه الاهلي وانبي لما اسلام جاب جون. مين سيد عبد النعيم؟ يا جاب سيد جون في الاهلي بس. بقى هو اسمه سموه دوري سيد عبد دوري النعيم. سيد عبد النعيم. ده ايوه. انجازاته في الحياه. طب يا روميو انت كنت عايز تقول حاجه؟ انا عايز اقول بالرغم ان برضو كريستيانو رونالدو برضو من احسن اللعيبه في العالم في خلال الحقبه اللي فاتت دي يعني، وفي قرب من الالفينات المايك هو يا رامي، مش وميسي. سامعينك كويس. بس بس برضو يا ستيل ايمن. ان هم يعني ما عملوش حاجات قويه لمنتخباتهم اه زي لعيبه تانية. يعني رونالدو حتى الان برضو رابع كاس عالم او حاجه او خامس كاس عالم حاجه زي كده، برضو ما جابش غير 7 اجوان لغايه دلوقتي، وما يعتبرش الهداف التاريخي، لان الهداف التاريخي للبطوله اصلا هو ميروسلاف كلوزا، ده من المانيا يا ايمن، جايب 16 هدف. وانت راجل المفروض ان انت عايش في المانيا دلوقتي، منهم فانت هاتريك في ما ماسك السعوديه بس. الماني فروم اي منهم تو هاتريك زد. في السعوديه بس. صحيح، على هو كلوز المعنى. هو الهداف التاريخي وهنرجع كاس نقول العالم. هنرجع نقول ان البطولات مش بلاعب واحد مهما كان امكانياته يعني. اكيد منتخبات، ايوه وبعدين بس. بتتلعب كل 4 سنين، ايوه بس. فطبيعي عدد الاهداف ما يبقاش زي الدوريات برضو يا رامي، يعني دي برضو نقطه هنحطها في الحسبان اكيد. بس خلونا نتنقل من النقطه دي لفكره ان كاس العالم استثنائي، نرجع لها مره تانية واحنا يعني نختم بيها زي ما بدانا بيها، انه كاس العالم ده استثنائي النسخه دي، وفي حاجات ليها خصوصيه في البطوله دي زي اللي اكرم قالها لنا واللي رامي قالها لنا واللي عرفناها من شويه. في حاجات لاول مره بتحصل في بطوله كاس العالم المره دي، يمكن كل بطوله كان بيبقى فيها اول مره يحصل حاجه مع تطور الصناعه، لان كره القدم رياضه وصناعه واستثمار ومليارات وحاجات تانية كتير قوي بيحرك كل ده شغف مليارات الناس حول العالم بفكره ان دي اللعبه الاكثر شعبيه. بس في حاجات انا لما جيت اقرا قبل ما ندخل على الفيديو ده لقيت ان في حاجات اول مره تحصل، في حاجات جامده جدا اول مره تحصل. كل واحد فيكم كده يقول لي اكتر حاجه لفتت انتباهه في اول مره كاس العالم قطر السنه دي. رامي مثلا، نبدا انا ابدا يا انا رامي. مع
انا معاك يا عمرو في حته ان الهداف التاريخي مش هي المقياس برضو زي ما انت ماشي. قلت، وان ده وايه انت حدث عندك ديلي؟ استثنائي، وان الانجاز في حد ذاته ان انت تقدر تجيب بطوله اه للمنتخب بتاعك اكتر من اي حاجه. صح. بس احنا بنتكلم ان اللعيبه اللي انا بقول لك عليهم برضو ساهموا في حته ان هم يجيبوا بطوله جاب الكاس. لمنتخبات بلادهم يعني. انا بس حابب اقول برضو حاجه برضو للمعلومه، بالرغم ان انا مثلا بحب اسبانيا اكتر عشان فكره لعبها وكده، بس البرازيل هي يعني يعتبر اكتر الدول اللي حصلت على كاس العالم 5 مرات. كان اخرها طبعا بطوله 2002 2002 في كوريا الجنوبيه واليابان. اه بس من اكتر الدول المرشحه، وده موضوع سابق لاوانه طبعا، البرازيل بحكم ان هي اكتر الدول خدت البطوله يعني. اسبانيا خدتها مره واحده، لكن برضو يعني يظل برضو فكره ان المنتدور الاسباني، اللاروخا زي ما بيتقال، الكتيبه الحمراء، قول اللي انت عايزه بقى، قول زي ما انت تقول، تيكي تاكا. برضو من المرشحين وكده للبطوله دي يعني. بالتالي صح يا رامي، زي ما انت قلت حاجه سابقه لاوانها. ليه احنا لسه عايزين نعمل اصلا فيديوهات، يعني كل شويه نشوف نتابع كده. انتوا هتتابعوا وانا برضو هستفيد منكم تاني واقعد اسالكم تاني، بدل ما ابقى بلح كده عشان لما اقعد مع حد غريب ابقى عارف اتكلم معاه. انتوا اخواتش، فهسالكم احنا في طول ظهرك يا الوقت. عمور. حبيبي يا اكرم والله. وهنقعد نتقابل كتير، بس دي حاجه سابقه لاوانها. هيجي اكيد فيديو في اللي جاي بالتاكيد، هنلاقي ان في ترشيح بقوه واكيد في مفاجآت هتحصل. فعايزين دلوقتي نتكلم في نقطه انه اول مره في 2022 كاس العالم النسخه دي يحصل ايه. اكتر حاجه لفتت انتباهكم في الموضوع ده كانت ايه؟ يعني انا مثلا والله انا آه، يعني انا ما منتهي. اعرفش هي اول مره اتفضل تحصل ولا لا، بس اتفضل يا بالنسبه باشا. لي يعني كل كؤوس العالم اللي انا حضرتها، انا مواليد 88، كل كؤوس العالم اللي حضرتهم اتلعبوا دايما في الصيف. ده اول كاس عالم اتلعب في الشتاء على الاقل اه بالنسبه صح. للجيل بتاعنا. ودي صح. حاجه الصراحه مش عجباني يعني، مش هي مبسوط اول منها. مره فعلا يعني. بس يعني ما دي يمكن اول مره تحصل، ومش شايفها شيء ايجابي خالص يعني. على فكرة ناس كتير انتقدت الموضوع ده يا ايمن لما تم الاعلان عن تنظيم قطر لكأس العالم 2022. امم قال لك انتوا يعني عارف كوستوها ليه كفيفا، وكان في كلام اتقال وتحيات اتعملت واتهامات بالفساد بنت لذينه ومليارات يعني. بس في النهاية خلينا نقول ان احنا وصلنا كبشرية، الناس بتهتم بالكرة لانه خلاص بقى في الشتاء امر واقع. واعتقد ده انه حقيقي. ده هيبقى انسب لانه قطر حر جدا كدولة من دول الخليج العربي يعني هو مش كان مستحيل اصلا، مستحيل. مستحيل يتلعب في هو ده. الصيف، ده حقيقي. طيب اكروم، اول حاجه اكروم هي من فعلا وجهه نظرك. معلومه ايمن ان هي دي اه. اول مره يتلعب كاس العالم مش في الصيف. امم. اول مره في التاريخ. في الشتاء. اه. وطبعا اول مره ينظم في دوله عربيه مسلمه زي قطر. امم. وهقول بقى حاجه معلومه كده، ان هي اخر مره هيبقى عدد الانديه في كاس العالم 32، لان من البطوله اللي جايه 2026 هتتنظم في امريكا والمكسيك وكندا، هتبقى 48 منتخب. واو، ايه ده ضخمه، تبقى ضخمه قوي ان وعشان مصر كده تروح هيبقى بقى ان شاء تنظيم الله بقى، ثلاثي. شاء الله. لازم مصر امم. تروح بقى يا هو عمور. هم كانوا احنا عايزين يعني يعملوها يا اكرم في المفروض يعني. البطوله دي، بس ما عرفوش بقى، جم في مايو 2019 رجعوا في كلامهم على فكره. اه. يعني لان الاتحاد قطر الدولي بعد ما ما تستحمل قال يعني. ما خلاص، تشيلش قطر. لجنة تنظيم قطر قالت لك لا مش هنعرف نستوعب العدد ده اللي هو ال 48 دولة. لا، طبعا. وبعدين هو التجهيز فعلا لحدث زي معلومة ده صح زي ما يعني أكرم بيقولها بقاله يعني. 12 سنة. امم. بالظبط بالظبط. حلو ده. فكان طيب. مستحيل انه ينفع السنة دي يعني، ان يبقى في مظبوط. قطر يعني. مستحيل عشان المساحه. هاني، انت من وجهه نظرك يا هنو، ايه اكتر حاجه بالنسبه لك ليها خصوصيه السنه دي في كاس العالم؟ بص هما زي ما هم قالوا طبعا الشتاء وان هي دوله عربيه مسلمه، بس انا الجميل اللي انا اصلا انا من ساعه ما بداوا الجاليات تروح او الجماهير وانا بتابع اليوميات بتاعتهم. فالجمال بالليل وهم ماشيين واذان الفجر يدن وهم ماشيين فيستعجبوا هو ايه. فيبقى منهم واحد سمع الاذان قبل كده فيقول له ده الاذان. ف يعني بص حاجه جميله. اه صح وملعب والله. البرتغال اللي بيتدرب فيه الملعب الفرعي لازق فيه جامع كبير قوي. فلعيبه البرتغال النهارده وهي بتتمرن لما الاذان ادن وقفوا احترام للاذان، مع ان هم ولا مسلمين ولا يعرفوا هم ايه، بس هم وقفوا احترام للاذان. فده جو جميل يعني، هم منظمين جدا صح. وعاملين حاله جميله قوي بسطاني يعني، انا كهاني مبسوط. انا عايز اقول لك غير انه الاحاديث اللي في الشوارع ويعني يعني في حتة تنويه. نشر الاسلام والنهارده القرار اللي هو بشياكة. ان انت ساعه الماتش حوالين الماتش مفيش اي خمور هتتباع.
حتى انفيناتو النهارده جوه الماتش في اه. المؤتمر اللي قبل كاس العالم النهارده، فبيتقال له يعني انت ايه ردك على ان الخمره اتباعت؟ قال لهم ما احنا مش هنموت لو ما شربناش خمره لمده 3 ساعات. اه. فكان صح. تصريحه جميل. هو انا انت بشوف استحمل ان الثلاث النقطه ساعات دي بالذات انه بشوف ان هي، انت كاس العالم ده كل الخلفيات الثقافيه والدينيه بتيجي تحضر في البلد. اه فقطر ليها خصوصيه زي ما اكرم قال في الاول، دوله عربيه ودوله اسلاميه ليها ثقافه معينه بطريقه معينه، البيئه نفسها بشكل معين. التمازج بين الحضارات ده فكره ان تجيب حد من الشرق والغرب، بس برضو مش تجيبه كده وخلاص، ده في اطار من الرياضه. يعني كلنا متفقين ان احنا رايحين عشان نتفرج على حاجه حلوه. دي هو قوتك، ده اللي مخلي قوتك فيه. كدوله يا عمور. اه. مم. هي الفكره كلها ان انت انا لو حابب انت طبعا لو دوله. بعد. كمل يا رومي. اتفضل يا هاني اتفضل. يا سلام انت على هي ادب الفكره الحوار. يا مورا ما زي ما بيحصلش على بقول لك. القهوه ليه ده؟ ال ال الدوله ذات نفسها لو ما كانتش فرضت القيود دي كانت هتبقى كلها داخله في بعضها. كنت هتلاقي بقى الريمبو والخمور في الشارع، ومفيش احترام للاديان، مفيش بص يا احترام هاني معلش، للخصوصيه. النقطة دي حساسة هي لسبب، كدوله. بعد إذنك أنا آسف طبعا بعد إذنك. النقطة دي حساسة جدا اتفضل. لسبب إنه قطر في موقف صعب. فكرة إن هي يا جماعة أنا عايز أنظم كأس عالم، فيتم اختيارها لتنظيم كأس العالم، فتنظم كأس العالم، فيبقى أنت عندك كدولة قوانين معينة. يعني مثلا المثلية الجنسية في قطر بيعاقب عليها بالسجن 7 سنين. حلو. فان انت يبقى عندك مثلا فكره ان انت عندك قوانين معينه انت ماشي بيها، ما تقدرش تغيرها، وفي نفس الوقت جاي لك ناس من اديان وجنسيات مختلفه وعادات وتقاليد مختلفه، بس تفرض حاجات وتمنع حاجات يعني انا شايف ان هي يتدخل فيها السياسه مع اقتصاد. يعني هي لعبه سياسيه اقتصاديه طبعا. ثقافيه، الموضوع كبير قوي 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 يعني بصراحه مش موضوع بسيط. لكن انا اتمنى في النقطه دي هي بالتحديد المسجات اللي انه يخلص كاس بيوصلوها. العالم من غير اي مصادمات ولا مشاحنات، يعني اتمنى. مش هيحصل طول ما في مسج انا بوصلها لك. احترم ديني وانا مم. هحترم خصوصيتك بس. اه. انا مم. هم الشوارع دايما كلها بتقول احترم ديني اه. وانا هديك كل حقوقك. اعمل ايوه. كل اللي انت عايزه بس في اطار احترمني بس. وقوانين انت على فطول ما في ارض فيها احترام ما بين يعني الطرفين. لما انت دلوقتي تروح تحضر ماتش في امريكا، ماتش في الان بي اي ولا في اي حاجه، في اي بطوله امريكيه، ولا ماتش بيسبول، الناس قاعده بتشرب الخمور وده القانون اللي عندهم. فانت مش هتقول يا جماعه لو سمحتوا شيلوا الخمور من عادي جنبي، طالما التزم انت. بالقوانين، هو يجي هنا يلتزم بالقوانين وهكذا. بالظبط. لا، وفي والنهارده برضو من غير قطع كلامك انفيناتو اتقال له نفس الكلام. يعني انفيناتو اتقال له برضو حوار القيود والخمور والكلام. رده كان جميل قوي، قال لك احنا عندنا تهم من 3000 سنه احنا عملناها في حقوق الانسان وما عاقبناش عليها. انت مم. جاي تقول لي دلوقتي حقوق انسان؟ لا، الناس دلوقتي بتقول حق كدوله، تنظيم قانون الدوله ودين الدوله، خلاص يبقى يا عم احنا الموضوع رايحين منتهي نلعب اصلا. ونتبسط. اكروم انت كنت عايز تقول حاجه، اتفضل. اه كنت عايز اقول على موضوع احترام الخصوصيه ده، ان في يعني في مدربين وفي كباتن فرق، زي مثلا هوجو لوريس كابتن فرنسا، لما اتسأل عن النقطه دي قال لهم يا جماعه احنا لما الناس بتجي لنا بلدنا بنطالبهم ان هم يحترموا عاداتنا وتقاليدنا وقوانيننا وخصوصيتنا، فاحنا مم. لازم لما نروح اي دوله نعمل كده. صح. ده مش اسلوب شايف ان في متحضر في مشكله في ده. الكلام. مم. بالظبط. انت انا خدت شرف استضافه المونديال لان قدمت ملف كويس مم. وسخرت كل امكانياتي لده. طبعا. فبالتالي انا بستضيفك وبستضيف الجماهير والعالم كله، وعايز اقدم صوره تليق بيا اولا وبالبطوله. بس انت في النهايه انت لازم كجمهور وكلاعيبه وبعثات انك تحترم خصوصيه البلد اللي انت رايحها. صح. اذا ما طيب فيش خمور يبقى ما فيش خمور، على الاقل في الملعب يعني. في الملعب، ما يعني هي ابسط الامور في في الملعب. الملعب عشان يبقى هو في الملعب هو الرياضه بس. كدوله بيمنع المثليه الجنسيه، فانت لازم تحترم ده. اه طبعا اكيد يعني بالتاكيد. طب زي انا ما بقى احنا. وقلب منتهى الشفافيه، وعجبتني النقطه دي جدا يعني. ممكن افاجئكم كلكم بقى بجد، يعني اقول لكم حاجه مفاجاه. قول. انا محضر حاجه. قول. انا محضر حاجه. عن الكرة. حاجة عن الكرة. بص. قول قول يا مورا قول. طب انا عايز اسالك سؤال الاول قبل ما تقول اللي انت طب محضره. اسال قول. فيفا يعني ايه؟ اختصار ليه؟ فيفا، كلنا بالصلاه على النبي، فيفا يعني في الكوره. احنا كلنا فيفا. الله في حاجه الله. اسمها فا، في حاجه اسمها فا، وهو اللي بيقول لك احنا فيفا، يعني فا دي فيفا. اللي هي فيفا الكوره. حاجه حلوه. فيفا بالظبط، قالش قوي.
طلعت ليها فيدرال انترناشونال حاجه كده. ايوه يعني قربت. والله بجد. فوتبول انترناشونال فيدريشن اسوشيشن، الاتحاد الله، الدولي الاتحاد لكرة الدولي القدم. لكرة القدم. اه شكرا يا الاتحاد كريم. الدولي لكرة القدم باختصار اه صحيح. اه يلا قول طب بقى. بص، فاجئت بقى. انا بس عايز ايوه عايز اعقب على حاجة كده في النقطة اللي طب انتوا اتكلمتوا لا فيها طب دي. طب انا عندي معلش انا قاطعك عشان دقيقة لما رامي ودقيقة. هيعقب اتفضل اتفضل يا اتفضل. ايمن. انا محتاج امشي اتفضل يا بصراحه مستر عشان ايمن انا عندي اتفضل. ناس ضيوف في البيت، وعم ماشي. رامي بيعقب كتير واحنا فاهمين اللي فيها. ليلتكم جميله يا حبايب قلبي، وهستنى المره الجايه لما نخش نرغي سوا. وان يلا. بقول شاء لك يا الله مع عموري، بعض انت في هتطلع حلقات بعد كتير انت جاية هتطلع بإذن بعد الله ان شاء الله. انت هتطلع بعد الحوار ده ما فاهم كوره بس. قشطة عليك. يلا هسيبكم حبيبي مع السلامه ايمون. حبايبي. سلام يا باي حبيبي. باي، مع السلامة. يلا سلام سلام يا يا ايمون. حبايبي، باي باي. سلام. اتفضل يا روميرو، انت معاك دقيقة عشان فاكر. يعني انا زي ما انت قلت فعلا، هي يعني انا بس الاول عايزين نقول ان قطر هي تاني دولة في قارة آسيا تستضيف الحدث ده بعد اليابان بعد وكوريا. اليابان وكوريا طبعا الجنوبية في 2002. مم. وهي أصغر دولة من حيث المساحة أصلا إن هي طبعا. تستضيف حدث زي كده بعد سويسرا، مم. مع إن سويسرا أكتر منها 3 أضعاف مساحة يعني، بس هي يعتبر تاني دولة من حيث المساحة في الصغر يعني إن هي ايوه. تستضيف بطولة زي كده. تستضيف. كمان في نقطة بقى في حتة اللي انت قلت عليه، حتة ازاي قطر هتحقق المعادلة الصعبة خاصة بعد الهجوم الشديد اللي انتوا اتكلمتوا فيه من منظمات حقوق الإنسان مم. والعفو الدولية، منظمة العفو الدولية، اه وقت تحضيرات قطر لتنظيم كأس قلت العالم لك فيما 12,000 يتعلق بقى ماتوا وحاجات كده. بالعمالة والأجور والوفيات اللي حصلت والكلام ده كله. فقطر زي ما انت بتقول هتتخلى عن جزء من قوانينها عشان خاطر موضوع زي كده. مرونة، موضوع هيبقى في زي مرونة. مثلا اتفضل. بقول لك هيبقى في مرونة ما بين القوانين الدولية والقوانين يعني انا الإقليمية. انا مش عايز في اقول البلد دي. للاسف، بس انت طالما انت تقبلت فكره ان انت تستضيف بلدان مختلفه بثقافات مختلفه زي ما اكرم قال، بشعوب مختلفه، يبقى انت لازم غصب عنك هتضطر ان انت تتخلى عن مبادئ او قوانين انت حاططها، زي فكره اللي انت قلتها المثليه الجنسيه. انا عايز اقول لك ان في دول ما كانتش عايزه تروح كاس العالم بسبب حاجه زي كده. يعني انت عندك في انجلترا في الدوري الانجليزي مثلا، انت عندك بيلبسوا في جولات معينه من الدوري الشارة. شارات عليها قوس قزح. ايوه. فاهم؟ بالرغم ان ممكن اللاعب اللي هو قائد الفريق ما يكونش حابب حاجه زي كده، بس فاهم. بيعمل حاجه زي كده. طب لذلك هنا في صراع داخلي هيحصل يعني، بس الصراع ده اتوقع ان هو يعني زي ما تقول هيتلم كده في قعده عرب، ما انا زي ما احنا يعني بنقول عندنا تمنيت ان بالعاميه. تخلص الدنيا من غير حاجة. اكرم عنده مداخلة، اتفضل يا اكرم. لا انا اه اتفضل. عجبتني قطر ان هي ما ترضخش للمطالبات دي. مم. انا كدوله بستضيف كاس العالم، انت هتجيلي ضيف على عيني وعلى راسي، بس تحترم قواعدي والقوانين اللي عندي. مم. انا ما عنديش مثليه جنسيه، فانت لازم تحترم ده، وقطر قدرت انها تفرض ده، وانا مم. بحييها على ده. انت لو رايح اي دوله زي ما انت قلت، انت بتحترم القوانين اللي فيها، فبالتالي انت جاي عندي تحترم القوانين اللي عندي. فهي يعني صممت ان هي مفيش تنازل في الموضوع ده، سواء موضوع المثليه الجنسيه او غيرها، وده كان لازم يحصل، وكويس انه حصل. وموضوع الخمور، هي الخمور متاحه في البلد، بس بس مش في هو الملعب. كقانون ان هي ما تمشيش في الملعب. مم. فده برضو حاجه لازم تحترم، والناس لازم الناس تحترمها في النهايه. طبعا في النهايه في بس قوانين لازم الواحد يلتزم بيها للمكان. هو يعني كده كده ان شاء الله البطوله تبقى كويسه، واللي احنا شفناه من الحاجات اللطيفه دي تستمر، والحاجات اللي مش ان شاء لطيفه الله، اتمنى ان هي يعني تنتهي. بس خليني هو بقى تحصل افاجئكم يعني ان شاء الله. ان شاء الله واقول لكم بقى ان بمناسبه اول مره وانا بذاكر قبل الفيديو ده، اول مره حكم سيده. عندنا 3 حكمات سيدات و3 حكمات رايه، تم الاعلان عنهم صح. قبل البطوله بايام قليله جدا. في نظام جديد اسمه التسلل، اكتشاف التسلل شبه تسلسل. آلي. الكاميرات هيبقى فيه 12 صح. كاميرا بتشتغل بتقنيات رهيبه. الكره هيبقى فيها حاجه زي سنسور تقول لك بيشوفوا كل ده بسرعه في ثواني معدوده جدا، الكره دي تسلل فعلا ولا لا. وده من خلال بقى التكامل مع نظام الفار والنظام التكنولوجي الجديد ده. انت عندك نظام التبديلات اللي تم تطبيقه مع كورونا اللي هو 5 بدل 3، ده هيتم تطبيقه. مش بس كده، ده كمان في تبديل سادس استثنائي في حالة لو لا قدر الله الاشواط لاعب من الاضافيه. المنتخبات جاله ارتجاج في المخ او حاجة.
بس لازم يتاكدوا طبيا انه طبعا لا ما ينفعش واصابه جامده جدا. انت عندك تصفير الانذارات، ده نظام بيعملوه لاول مره، ان هو هيجي في الدور بعد الدور ربع النهائي، لو في لاعب واخد انذارين كانه مش واخد انذارين هيصفر له الانذارات، مش هيبقى كانه واخد انذارات، علشان ما يحرموش من ان هو يلعب في الدور النهائي. ودي الحاجات اللي بتصلي على النبي كده رزقت يعني خلاص. آه، بصراحة يا عمرو معلومات بصراحة شيقة جدا يعني. يعني في حاجات خارج الصندوق اتكلمت فيها بصراحة، لأن كل اللي بيفكر في البطولة بيفكر منتخبات مين وإيه اللي هيحصل ومين اللي مرشح. ففكرة بعض النوتس اللي أنت قلتها دي عن الحكام والسيدات، فكرة تطبيق تقنية جديدة في التسلل، وفكرة تطبيقات كتيرة هتحصل في البطولة دي، فدي حاجة كويسة يعني إن إحنا استفدنا بيها يعني. ده انا اللي بتعلم منكم يا أنا روميو، برضه وانا مبسوط قوي لا ما بجد. انت لا جامد بجد اهو يا أنا عايز عمور أقول اهو. لك على حاجة. يا حبيبي. عايز أقول لك إن البطولة دي هتبقى أعلى بطولة في الربح للفريق الفائز. مجموع البطولة في الفلوس اللي هتتوزع على الفرق 440 مليون دولار. المركز الأول لوحده ياخد 42 مليون دولار، عكس بطولة 2018. تمام. كان الدخل شوية أقل. فيعني بيتهيألي البطولة دي يعني فيها حاجات كتير، وكلنا متشوقين، بالذات إن زي ما قلنا في الأول إن هي في بلد عربي. ماني كلنا ماني. حابين نشوف الموضوع يوصل لفين، لأن هي في الأول وفي الآخر فخر لينا إن بلد عربي تنظم بطولة زي كده، وخاصة إن معمولة في 8 استادات في 5 مدن. فالاستادات حتى صرح عالمي كبير يعني. بيتهيألي هاني نفسه كان نفسه يتكلم في حاجات زي كده. احنا هنتكلم في فلو الفيديوهات ادينا اللي جايه نوتس اكتر يا بسيطة روميو، كده. بس الفيديو بيخلص، الفيديو ده بيخلص، احنا هنتقابل تاني قشطه، وهستفيد منكم في حاجات تانية اكتر من أكيد كده. طبعا. أكيد حبايب طبعا. قلبي. أكيد طبعا. سعيد جدا يا عمرو إن أنا كنت معاك جدا، ومع انا اللي أصحابي سعيد والله وحبايبي العظيم. وأصدقائي أكرم وأيمن حبيبي. وهاني، ويا رب دايما متجمعين كده بقى يا رب. ونقدر نفيد الناس أكتر إن شاء باذن الله. الله يا رب. يا حبايب رب قلبي. يا رب. هنتقابل تاني ان شاء سلام. الله. مع إن السلامه. ان شاء شاء الله يا الله. حبيبي، إن شاء الله إن شاء الله. خلاص خلصنا.